devil has come to Pennsylvania. Jack and Janet Smurl claim that an evil presence has هكلمكم النهارده عن اجدد افلام الرعب اللي نزلت في السينما، وهو فيلم Conjuring The Last Rites او الجزء الرابع من سلسله افلام Conjuring، الجزء اللي منتظر بالنسبه لي ومنتظر بالنسبه لكل عشاق افلام الرعب، وهو خصوصا ان هو اخر جزء من سلسله افلام Conjuring. وهنشوف خلال احداث الحلقه هل الفيلم فعلا يستحق المشاهده ولا لا. بس اهم حاجه عشان ما اضيعش وقتكم، ما تنسوش تدعموني وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر جرس التنبيهات وتدوسوا لايك على الفيديو عشان ما يفوتكمش كل جديد. يلا بينا ما نضيعش وقت ونخش في الموضوع على طول. Saint Michael, defend us. فيلم Conjuring The Last Rites هو أجدد أفلام الرعب اللي نزلت في السينما، نزل الأسبوع اللي فات ده، ومدته 135 دقيقة، يعني بالظبط حوالي ساعتين وربع. الفيلم مناسب للمشاهدة العائلية، تقدر تشوفه عادي جدا مع عيلتك، مفيش أي قلق منه خالص. وبالمناسبة هي آخر قضية اشتغل عليها إد ولورين قبل ما يعتزلوا، يعني قبل ما يعتزلوا دي كانت آخر قضية يشتغلوا عليها. وطبعا يعني للناس اللي ما تعرفش، الأفلام بتاعت Conjuring بصفة عامة هي مستوحاة من قصة حقيقية أو قصص حقيقية بالنسبة للاتنين دول. وطبعا كنت أنا عامل قبل كده فيديو بتكلم فيه عن القصة الحقيقية لسلسلة أفلام Conjuring كلها، وطبعا هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن تحت، ما تنسوش ان انتوا تشوفوها. قصة الفيلم بتدور حوالين عيلة بتنتقل لبيت جديد وتبدأ تحصل معاهم أحداث غامضة ومرعبة، حاجات مش طبيعية خالص بتخلي حياتهم جحيم. وده من ساعة ما بيجي لهم مرآة غريبة مستحوذة من قبل قوى شريرة. العيلة دي بتضطر تلجأ لإد ولورين من جديد، اللي بيرجعوا يواجهوا واحدة من أخطر القضايا اللي مرت عليهم. ومع الوقت بيكتشفوا ان الرعب اللي بيحصل في البيت ده مش مجرد خيالات، ده وراه سر اعمق بكتير وممكن يقلب حياتهم رأسا على عقب. ونيجي هنا على السؤال المهم، هل الفيلم عجبني ولا لا؟ Defend us. Be our safeguard against the devil. In nomine Patris et Filii et Spiritus. حقيقة الفيلم ده عليه تذبذب رهيب في الآراء قبل ما اشوفه، حتى يعني قبل ما اشوفه انا بتابع آراء الناس، بلاقي الناس اللي شافته قبل ما انا اشوفه بيقولوا، في منهم كتير جدا بيقولوا ان الفيلم وحش جدا وما عجبهمش، وفي ناس بتقول ان هو فيلم عادي ويعتبر افضل من الجزء الثالث اللي نزل اللي هو الجزء اللي قبل الاخير. وما شفتش بصراحة حد خالص قال ان هو افضل اجزاء السلسلة او قال ان هو يعني واو يعني. فدي حاجة كانت مخلياني ادخل الفيلم بتوقعات قليلة. وللأسف يا جماعة طلع كلامكم صح، فعلا الفيلم وحش جدا يا جماعة، لا يستحق المشاهدة. الفيلم عجبني كفيلم درامي رومانسي كوميدي، اللي هو الحاجة اللي أنا مش داخلها عشان الفيلم، أنا داخل الفيلم ده كفيلم رعب. ولكن اتفاجئت إن الفيلم 3/4 بيتكلم عن قصة رومانسية درامية كوميدية بخصوص إد ولورين نفسهم أو بخصوص بنتهم، لأن انتوا في بداية الفيلم هتعرفوا إن ليهم بنت، وهتعرف علاقتها بحب حياتها اللي مقابلاه من 6 شهور وهكذا. فدي حاجة أنا ما كنتش داخل الفيلم خالص عشان أشوفها. فالفيلم يعتبر فيلم درامي رومانسي كوميدي مع رشة ملح كده بالنسبة للرعب اللي موجودة بس في آخر نص ساعة من الفيلم. يعني لو أنت عايز تشوف الرعب اقلب الفيلم كله إلا آخر نص ساعة، ده الأحداث اللي فيها المفروض إن إد ولورين هتساعد العيلة اللي بتحصل ليها الأحداث دي. واتفاجئت إن حتى في قاعة السينما كل الناس اللي حواليا حاسين بملل رهيب، في منهم اللي شفته ماسك الموبايل، في منهم اللي شفته نايم وسمعته صوته وهو نايم، في منهم اللي ساب قاعة السينما ومشي أصلا. فيعتبر الحدث المرعب اللي في الفيلم كله كان في آخر نص ساعة بس، او الزتونه بتاعت الفيلم كلها موجوده في اخر نص ساعه بس، اللي هي فيها ان المفروض ان إد ولورين بيبداوا يساعدوا العيله دي. ده غير ان الفيلم برضو فيه مشكله كبيره جدا يا جماعه، وهي بخصوص الشخصيات اللي موجوده في العيله اللي بتحصل ليها الاحداث دي. شخصيات للاسف بلا كاريزما واضحه، ما حسيتش باي تعاطف ناحيتهم، او حاسس ان انا خارج من الفيلم مش فاكر ولا واحد فيهم، مش فاكر اسمهم ولا فاكر شخصياتهم ولا فاكر اي حاجة تخص واحد منهم. فدي حرفيا كارثة يا جماعة. يعني انت ازاي تبقى خارج من الفيلم ومش متعاطف مع الشخصيات اللي بتحصل معاها الاحداث
او على الاقل تتعلق بيهم الى حد ما زي ما شفنا في الاجزاء اللي فاتت من افلام كونجورينج. ده غير التمثيل تقدر تقول عليه عادي من كل الممثلين، حتى ايد ولورين نفسهم مش ابهروني يعني بالتمثيل بتاعهم على عكس الاجزاء اللي فاتت. يعتبر احسن حاجه في الفيلم هي اخر نص ساعه بالظبط، وبرضه ممكن تقدر تقول التصوير بتاع الفيلم الى حد ما، كانت الاجواء نفسها تحس ان هي كويسه يعني مناسبه للمشاهده. وبصراحه يا جماعه الفيلم ما عجبنيش، او يعني شايف ان هو في افلام كتيره افضل منه نزلت السنه دي، ولو انت عايز تدخله سينما لا ما تدخلوش، ممكن تستناه لحد ما ينزل بصوره كويسه على كل المواقع اللي على النت، وساعتها تقدر تشوفه لو انت حابب تكمل القصه يعني. انما ده مش الفيلم بصراحه اللي يستاهل وقتك في السينما. وللاسف الفيلم بديله 5 من 10. I don't know how to protect you this time. بس كده دي تكون حلقتنا، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني وتشترك في القناه وتفعل زر جرس التنبيهات وتدوس لايك على الفيديو عشان ما يفوتكمش كل جديد. وطبعا ما تنسوش بالنسبه للناس اللي شافت الفيلم تقولوا لي رايكم، هل الفيلم عجبكم، هل الفيلم ما عجبكمش ولا ايه بالظبط. وشكرا جدا ليكم، كان معاكم محمد العايدي، سلام عليكم.